السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتي إلى الشعب السوري كله، وأيضا رسالة لقائدنا أحمد الشرع، إني أرجو من الله أن يسمع. يا أيها الشعب السوري، كلنا نعلم أن قائدنا أحمد الشرع فنى عمره ومنذ صغره في جهاد في سبيل الله، وكنا نعلم عاش بأقصى الظروف لحتى حرر سوريا الحر الأبية من الطاغية آل أسد المجرم. هذا إن دل عن شيء إنما يدل أن قائدنا أحمد الشرع ذو خبرة عسكرية عالية جدا وخبرة سياسية جدا وخبرة بالفقه والإيمان ضمن الكتاب والسنة الشريفة الصحيحة الغير محرفة. يعني عم نلاحظ بعض المنشورات عم يعلقوا على شغلات يعني بسيطة وهي بذهن القائد أحمد الشرع. يعني مبدأ يعني القائد أحمد الشرع، قائدنا أحمد الشرع كذا مرة قال يعني رح نحل الأمور كل أمر لوحده. منشورات كثيرة على الكهرباء، منشورات هون يعني عم تنكشوا ملاحظات. يعني هالإنسان قائدنا أحمد الشرع لم يرتاح قليل، لم يرتاح ولا سنة. يعني منذ صغره قضى بالحروب حتى جاء إلى تحرير سوريا وحرر سوريا ولم يرتاح. فك الديون، فك العقوبات، حرر الأراضي اللي كانت محتلها قصد المجرمة. هي الأراضي كلها خيرات من آبار نفط ومياه وتوليد كهرباء. يعني ليش عم تنسوا الملايين من المنجزات قائدنا أحمد الشرع؟ يعني معقول ما بيعرف انه تسعير الكهرباء او الامور الثانية ما بيعرفها؟ يعني الصبر يا شعب سوريا، يا شعب سوريا كله، الصبر. قائدنا أحمد الشرع اللي حرر سوريا من أكبر عصابات العالم. معقولة يعني بتفوتوا موضوع يعني غلاء الكهرباء أو غلاء أشكال تانية؟ هو عايش لحتى يعيش الفرد السوري براحة تامة ويعني وحياة نعيمة. هذا هو حلمه. يعني كم مرة حكى عن معاناة الشعب السوري. بيعرف يعني قائدنا أحمد الشرع كل معاناتنا، بيعرف كل معاناة الشعب السوري فرد شو صاير معه هون.
مع الطاغية آل أسد المجرم. يا شعب سوريا، يعني خذوا حسن الظن بقائدنا أحمد شرع. إنسان لحد الآن مرتاح لحد الآن، من سفر لسفر، من هون لهون، ما هو كل يوم في إنجازات، كل يوم في إنجازات. يعني أنت هلا وصلنا لمراحل عظيمة بأقل زمن. يعني شفتوا وزارة الداخلية ووزارة الدفاع يعني ضحوا بحياتهم، يعني وزارتين من أشرف الوزراء، من الوزراء لأصغر جندي بينهم، كلهم شرفاء يحافظون على سوريا وعلى الأمن والاستقرار بسوريا. وهذا تواجد على الأرض الواقع. الحمد لله سوريا كلها محررة وكلها أمن وأمانة. لذلك يا شعب السوري الصبر شوي. كلاتنا عم نلاحظ كل يوم في إنجازات عظيمة من قائدنا أحمد شرع لصالح الشعب السوري. لن أطول الفيديو عليكم. أظن وصل الفكرة التي أقصدها. يعني بس أنا بدي لكم كل الشعب السوري يقول الله يبارك بقائدنا أحمد شرع، أشرف إنسان مر على سوريا، أصدق إنسان مر على سوريا. طيب انتوا بحياتكم شفتوا وزير دفاع بيصلي؟ بحياتكم شفتوا وزير داخلية بيصلي؟ بحياتكم شفتوا رئيس دولة بيصلي؟ ناس يعني عم يشتغلوا لأمن واستقرار ويعمل الخيرات لسوريا. الصبر بس.